أهلا بيكم. أنا نسيم ودي قناتي الجديدة ديسمبر كوين. هشارك معاكم تجاربي المختلفة وحياتي وأنشطة بقوم بيها. أتمنى المحتوى يعجبكم ويكون مفيد ليكم وتدعموني ونكون أصدقاء. اليوم حبيت أشارك معاكم ريفيو عن عطرين مميزين جدا. الأول هو ليدي إمبلم لمون بلانك وبيوتي من كيلفين كلاين. أول عطر معانا هو ليدي إمبلم من مونت بلانك. العلبة بتكون على شكل مربع، بيكون مكتوب عليها اسم العطر. خلونا نفتحها مع بعض ونشوفها من جوه. الزجاجة بتكون على شكل دايموند بالشكل ده، وطبعا الزجاجة أنثوية جدا و very feminine زي ريحة العطر تمام. الغطا بيكون على شكل وردة. طبعا العطر ده تم إصداره في عام 2015. هو عطر يعتبر فريش فلورال زهري. خلينا نجربه مع بعض. طبعا التوب نوت هو أول ما نرش العطر ده بنشمه، بيجلس يمكن حوالي 15 دقيقة. بيتكون من الماندرين والأورنج. قلب العطر وده ممكن يجلس ممكن لحد ساعة. بيتكون من الآيرس اللي بيدي نعومة، وورد الياسمين اللي بيعطي رومانسية وأنوثة. قاعدة العطر ودي بتقعد أطول فترة، ممكن لمدة 8 ساعات، وهي بتكون الفانيليا وخشب الصندل اللي بيعطيه دفء. ممكن يكون عطر يومي وكمان مناسب جدا للمناسبات. العطر التاني اللي معانا بيكون بيوتي من كيلفين كلاين. هو عطر زهري كلاسيكي وناعم، تم إصداره عام 2010. التوب نوت بيكون جاسمين، ودي أول ريحة بنشمها أول ما نرش العطر، وهو جاسمين خفيف كلين فريش، والبارجموت والماندرين والأورنج. قلب العطر بيكون من الليلي والروز وليلي أوف فالي. قاعدة العطر بتكون من السيدر وود والعنبر والماسك اللي بيعطوا العطر نوع من الدفء والإحساس بالنعومة. العطر مناسب جدا للمناسبات والطلعات الليلية. تقريبا بيدوم 6 ساعات.
خلصت فيديو اليوم. أتمنى تكونوا حبيتوا ريفيو اليوم، وأشوفكم في فيديو جديد. باي.